يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن أجرأ فيلم في تاريخ السينما المصرية اللبنانية. هو فيلم النجمة الجميلة ناهد يسري، الفيلم الممنوع في مصر والممنوع في جميع الدول العربية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه ومين بيشاركها البطولة وإيه قصته وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن الفيلم المصري اللبناني سيدة الأقمار السوداء، من بطولة النجمة الجميلة نجمة الإغراء المصرية ناهد يسري. وهو فيلم مصري لبناني مشترك، وبيشاركها البطولة النجم حسين فهمي والنجم عادل أدهم. بيحكي الفيلم قصة عايدة اللي بتقوم بدورها ممثلة الإغراء المصرية ناهد يسري، الفتاة الفقيرة اللي بترغب بالخروج من عالم الفقر عن طريق الزواج من رجل أعمال غني هو سامي، ويقوم بدوره عادل أدهم. ولكن بتحب في نفس الوقت الشاب الفقير اللي بيدرس الحقوق ويقوم بدوره الممثل حسين فهمي. تتصاعد الأحداث وتضحي عايدة بحبها من أجل المال، ولكن بتتعذب نتيجة بعدها عن عمر اللي بيتجوز فيما بعد أخت سامي، جيجي، اللي بتحبه من غير ما يبادلها نفس الشعور. والفيلم مليء بالمشاهد الجريئة اللي اتجاوزت حدود المألوف واتجاوزت كل الخطوط الحمراء، وعلشان كده الفيلم ممنوع عرضه تماما في مصر وفي جميع الدول العربية.